رقم قياسي جديد يُكتب في سجلات محمد صلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، وأهلا بيكم وحلقة جديدة والكورة مع ديشا. في البداية لو لسه ما اشتركتش في القناة انزل دلوقتي واشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، والحلقة دي عايزينها توصل لأكبر عدد من اللايكات لأنها حلقة شيقة، حلقة جميلة، حلقة هنحكي فيها أخبار عالمية وأخبار مصرية. فيلا بينا قبل ما نبدأ صلى على النبي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول موضوع معايا النهارده محمد صلاح، حديث العالم حرفيًا النهارده. طبعًا محمد صلاح الخبرات الكبيرة والنجاحات الكتيرة اللي حققها في كتير من المواسم اللي فاتت على مدار الكرة العالمية والإنجليزية بشكل خاص، ولكن النهارده محمد صلاح واحد من أهم اللعيبة إن لم يكن أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي. محمد صلاح اللي بالرغم من عدم تجديد نادي ليفربول معاه وعدم موافقه النادي على تجديد محمد صلاح او التجديد لمحمد صلاح بالشروط اللي هو حاططها، الا ان احنا بنشوف محمد صلاح بينفجر في الملعب. واحد غير محمد صلاح او واحد بعقليه غير عقليه محمد صلاح ممكن يشوف ان النادي بتاعي خلاص، النادي مش عايزني، النادي مش موافق على طلباتي، مش موافق ان هو يجدد لي، فمش ضروري او مش من الضروري ان انا ابذل كل المجهود اللي انا ببذله. ولكن محمد صلاح بيعمل عكس ده. محمد صلاح امبارح قدر ان هو ينتشل ليفربول من خساره كانت هتبقى خساره، يعني هتتعبه في ترتيب جدول الدوري الانجليزي، خصوصا ان الفرق اللي بتنافس ليفربول على صداره الدوري الانجليزي كلها تقريبا بتتعثر في الوقت الحالي. محمد صلاح الجون الاول بتاعه اللي هو هدف التعادل اللي من خلاله احيا الامل من جديد لليفربول ان هم يقدروا يلعبوا حوالي 25 دقيقة يقدروا ان هم يجيبوا الهدف الثالث، وبالفعل ده اللي حصل. محمد صلاح تعالى نشوف الهدف مع بعض ونتكلم ونقول الهدف ده قصته ايه. الهدف انت لو بتيجي تتكلم ان اللاعب اللي ادى الاسيست وعمل اسيست رائع لمحمد صلاح، محمد صلاح الحارس طلع عليه بزاويه غريبه جدا، لان محمد صلاح كان متطرف، كان على طرف ال 18 ما كانش في النص بالظبط. فانت بتتكلم ان اللاعب دوت خلاص يا اما هيستلم الكوره يا اما هيمررها للي جنبه يا اما هيستلم وبعد كده يشوف هو يعمل ايه. ولكن محمد صلاح الاستلامه بتاعته باتجاه المرمى دي الهدف كله. محمد صلاح مجرد ما استلم الكوره ناحيه المرمى حل المشكله، جري وراها، ما جريش ان هو يكمل على الكوره، هو عارف ان الكوره خلاص المدافع لو ما لحقهاش الكوره دخلت في المرمى، علشان محمد صلاح يدرك التعادل لفريق ليفربول علشان يخليه يلعب باريحيه شويه خلال ال 25 دقيقه المتبقيه، عشان يجي بعد كده ضربه جزاء يحرزها محمد صلاح ويمنح التقدم لفريق ليفربول عشان ينتهي اللقاء 3-2 لليفربول. محمد صلاح اللي قدر النهارده ان هو يحرز الهدف رقم 300 في مسيرته. محمد صلاح اللي قدر النهارده وهو ثالث لاعب في تاريخ ليفربول يحرز الهدف رقم 100 خارج الديار، خارج حدود الانفيلد. محمد صلاح هو افضل لاعب في العالم في الوقت الحالي، انطلاقه قويه جدا في خلال الموسم اللي احنا بنتكلم عليه او خلال الموسم الجديد مع ليفربول في جميع البطولات. محمد صلاح اللي انا شايف ان وقت تجديده بشروطه مع ليفربول بات اقرب من اي وقت. محمد صلاح اللي الجماهير النهارده فضلت تهتف باسمه ايجيبشن كينج، ايجيبشن كينج مو صلاح. محمد صلاح اللي هو نجم ليفربول الاول، بل نجم العالم الاول في الوقت الحالي. محمد صلاح يعني قصة ملهمة وحكاية ملهمة لكل شاب مصري وعربي. محمد صلاح فخر فعلا لكل العرب على مستوى العالم. ربنا يكرمك يا ابو صلاح، والبالون دور تطبخ من البدايه كده على نار الهداء. هو اكتر لاعب في الوقت الحالي لو كمل على نفس المنوال اللي ماشي بيه يستحق البالون دور. ولو اني بشوف ان موضوع حصوله على البالون دور لامور تانية لا تتعلق بكره القدم هيبقى صعب، ولكن ما زال للحلم بقيه. تاني موضوع معايا النهارده عوده الهداف، ولا اقول لك خلي الموضوع ده في الاخر. نيجي لتصريحات استاذ عدلي القيعي مع ابراهيم فايق.
بصراحة يا جماعة في مسؤولين كتير في النادي الأهلي باشوفهم لمّا بييجوا يتكلموا في الإعلام بيتكلموا باتزان، يعني النهارده شُفنا كابتن أو أستاذ عادل القيعي مهندس الصفقات الأول في النادي الأهلي على مدار سنوات كثيرة. مهندس عادل القيعي في لقائه مع إبراهيم فايق في إحدى القنوات التلفزيونية لمّا طلع واتكلم في كذا موضوع، اتكلم عن الصفقات أو المهاجمين اللي إحنا ممكن نجيبهم في خلال كأس العالم للأندية، لمّا اتسأل وقال أنتم محتاجين مهاجم أو محتاجين صفقات إيه خلال كأس العالم للأندية؟ رد عليه رد بكل شفافية اللي هو هل أنا دلوقتي لو جبت ماني أو كريستيانو رونالدو أو مصطفى محمد أنا كده هاقبل أو أنا كده هيبقى عندي الوضع إن أنا أي كورة هتجي لي قدام المرمى هسجلها؟ الأهم من كده إن ما يخشش فيا أهداف، خصوصًا إن نسخة كأس العالم الجديدة نسخة مرعبة حرفيًا. أنت بتتكلم إن أنت مثلًا مش هتلعب ماتشين 3، أنت بتتكلم هتلعب مجموعات، ومن بعد المجموعات تطلع بقى من دور ال32 تخش ال16 وإن شاء الله الأهلي يوصل لأبعد نقطة في البطولة. فهو قال أهم حاجة عندي إن أنا ما استقبلش أهداف كتيرة. أنا دلوقتي إيه فرحتي إن أنا عندي الهجوم بتاعي متميز بيجيب أهداف كتيرة، ولكن في المقابل باستقبل أهداف كتيرة. فأنا اللي أنا محتاجه إن أنا أدعّم خط دفاعي علشان أعرف أحافظ على التوازن، إن أنا لو ما عرفتش أجيب أهداف كتيرة ما يستقبلش هدف أو ما يستقبلش أهداف كتيرة تكاد تكون هي السبب أكيد أو السبب الأول في طلوعه من البطولة. حاجة تانية لما جه واتسأل على موضوع أحمد القندوسي، إيه رأيك في موضوع أحمد القندوسي؟ قال أنا أشوف إن أحمد القندوسي لما انت تيجي وتذكر اسم اللاعب بلاش تحط لي اسم الزمالك. انت ليه دايما كلام الاستاذ عادل القيعي لابراهيم قال له انت ليه دايما لما تيجي تكلمني بتكلمني على الزمالك؟ انا بتمنى ان يحصل فتح خطوط اتصال مباشره ما بين الاهلي والزمالك على اي لاعب اي فرقه من الاثنين عايزاه من الفرقه الثانيه، بلاش الوسطاء لان الوسطاء هم اللي بيشعللوا الدنيا. ولما جه اتكلم على مصير بيرسي تاو طلع واتكلم وانتقد المشككين وقال بيرسي تاو مش معنى ان هو وحش في معظم الاحيان يبقى انا احكم على اللاعب بالفشل، لا، كتير من اللعيبه جم باسامي كبيره وما عملوش حاجه. وده ان دل على شيء يدل ان من الواضح كده ان بيرسي تاو ممكن ما يتركش النادي الاهلي في يناير، خصوصا ان مارسيل كولر مقتنع بقدرات الراجل. فاحنا هنا لو جينا بصينا على تصريحات كابتن عدلي القيعي او استاذ عدلي القيعي ردا على التصريحات اللي كان كابتن طارق السيد قالها لسيد عبد الحفيظ لما قال له عبد الله السعيد لما مشي انت لحد الان مش قادر تعوضه، وطلع كابتن سيد عبد الحفيظ قال له مش قادر اعوضه ايه، انا السنه اللي مشي فيها عبد الله السعيد انا خدت الدوري، السنه اللي بعديها اللاعب اللي انا جبته مكان عبد الله السعيد هو اللي جاب لي دوري ابطال افريقيا، وتعتبر البطوله الاغلى في تاريخ النادي الاهلي اللي انا حققتها على حساب الزمالك. علشان يطلع النهارده استاذ عادل القيعي ويتكلم بكل شفافيه وكل صدق على عبد الله السعيد، ويتكلم على عبد الله لاعب كبير ولما مشي النادي الاهلي قعد يدور وفعلا يدور على البديل بتاعه، ولكن سرعان ما وجد البديل بتاعه اللي هو محمد مجدي قفشه، وقال ان هو كتير من الاحيان بدا ان هم يجربوا اكتر من لاعب في المركز دوت، ولكن لحد محمد مجدي قفشه جه النادي الاهلي وحل محل عبد الله السعيد. فانا شايف ان في عقلانيه واتزان في كثير من التصريحات اللي بيدلي بيها مسؤولين على ذمه النادي الاهلي او مسؤولين ينتموا او كانوا ينتموا للنادي الاهلي ولكن اهلاويتهم معروفه. محمد الشيبي والنادي الاهلي، محمد الشيبي طلع اقاويل ان محمد الشيبي خلاص ممكن يقترب من النادي الاهلي، وخصوصا مع عمليه المصالحه اللي حصلت مع حسين الشحات، ولكن عرض الامر من قبل ناس محبين للنادي الاهلي ان هم خلاص شايفين لو محتاج محمد الشيبي نخش ونخلص فيه، ولكن جاء الرد من مارسيل كولر انا عندي في المركز دوت 3 لعيبه. كواليتي محمد الشيبي مختلف عن ال3 لعيبه، ولكن ال3 لعيبه اللي عندك مش مزعلينك في حاجه. انت بتتكلم محمد هاني ربنا يشفيه ويعافيه ويرجعه من الاصابه على خير، بتتكلم في عمر كمال عبد الواحد، بتتكلم في مفاسة اكرم توفيق، اللاعب اللي انا بشوف ادواره الدفاعيه في المركز دوت مركز الباك رايت يعني ما نختلفش عليها، ما نختلفش على امكانيات اكرم توفيق الدفاعيه القتاليه. فانا دلوقتي هجيب لاعب زياده عليهم ماشي، بس اللاعب اجنبي هيشغل لي مكان اجنبي، طب ما استفاد بمكان الاجنبي ده في اي مركز تاني، خصوصا ان انا عايز اعمل تدعيمات سواء في الهجوم سواء في الوينجات.
فانا دلوقتي بشوف ان مارسيل كولر فعلا عنده حق. انا محمد الشيبي على عيني وعلى راسي، محمد الشيبي من افضل الباكس رايت في القاره كلها، وان لم يكن افضلهم حرفيا. علشان انا اجيبه النادي الاهلي، انا اللي عندي مش مزعلني في حاجه. انا الكلام ده لو انا ما عنديش، الكلام ده لو انا ما عنديش مكان محمد الشيبي، لكن انا اللعيبه اللي عندي قدرت بيهم احقق بطولات كتيره، خصوصا محمد هاني في المكان ده. قدرت ان انا احصل على برونزيه لكاس العالم، احصل على كاس مصر، كاس السوبر، كاس الدوري المصري، كاس افريقيا. يعني قدرت ان انا دوري ابطال افريقيا، قدرت ان انا احقق بطولات كتير، ومحمد هاني موجود في المركز ده. ضيف عليه عمر كمال عبد الواحد، ضيف عليه اكرم توفيق اللي بتحتاجه في المركز ده بتلاقيه، بتحتاجه في نص الملعب بتلاقيه. اخر موضوع معايا بقى، وموضوع مهم جدا، ولو نسيت اللايك ابدا اعمله دلوقتي. عايزين نوصل الفيديو ده لاكبر عدد ممكن من اللايكات. عوده الهداف للنادي الاهلي. مين الهداف اللي انا بتكلم عليه؟ وسام ابو علي. وسام ابو علي اللي اكدت تقاريره الطبيه ان هو هيلحق بالنادي الاهلي في مباراه كاس التحدي في قطر، في مباريات كاس الانتر كونتيننتال، عشان جماهير الاهلي كانت متخوفه جدا من عدم لحاق وسام ابو علي من البطوله دي بالاخص. عندك الماتش اللي جاي مع استاد ابيجان، فانت شايف او احنا شايفين ان الماتش مش هيكون صعب قوي، خصوصا ان هو بيكون على ارضك. فاحنا طبعا خدمات وسام ابو علي احنا بنفتقدها بعد الكارثه الهجوميه اللي احنا شفناها في ماتش الاتحاد، وكميه الفرص الكبيره اللي كهربا وغيره من اللعيبه ضيعهم. انت بتتكلم لو وسام ابو علي كان موجود في ماتش زي دوت، كان على الاقل احرز له هدف او اثنين من كم الفرص الغريبه اللي ضاعت، وكم الانطلاقات الهجوميه اللي ضاعت برعونه شديده جدا من كهربا او من اي لاعب تاني. فانا بشوف ان موضوع رجوع وسام ابو علي ووجوده معاك في كاس الانتر كونتيننتال او في مباراه التحدي اللي هتقام في شهر ديسمبر في قطر، شايف ان وجود وسام ابو علي ولحاقه بالمباراه دي مكسب كبير جدا، وهيشكل يعني قوه كبيره للنادي الاهلي، قوه ضاغطه على الخصم، قوه دافعه تدفعه للانتصار. وجود وسام ابو علي طبعا في ماتش زي دوت هيبقى مهم للاهلي. ومن بعد كده نبدا ان احنا نشوف في يناير اكيد 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 باذن الله النادي الاهلي هيدعم بمهاجم يبقى بديل لوسام ابو علي، كما يقال او كما يقول الكتاب زي ما بيقولوا. فنتمنى سرعه شفاء وسام ابو علي وعودته مره اخرى. اخواتي وحبايبي، اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان الحلقه تكون عجبتك. لو الحلقه عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك، ولو لسه ما اشتركتش في القناه انزل دلوقتي واشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم تاني على خير.